مرحبا، كيف الحال؟ التبولة اللبنانية سهلة وسريعة التحضير وبمكونات موجودة بأي بيت، بمكونات كتير بسيطة، لكن أهم شي بنختار البقدونس يكون أورجانيك، يكون طازة، والبندورة تكون حمرا، تكون قاسية. وعنا أهم شي لما بدنا نغسل ومنعقم الخضار. وعنا شيء أخير هو لما بدنا نفرم البقدونس نفرمه مثل المطاعم. هلا لزقوا على المطبخ لكم كيف بدنا نشتغلهم. عندي هون عم بستخدم تقريبا 4-5 ضمات بقدونس ووحدة نعناع، هول أخضر طازة أورجانيك شباب وصبايا. هلا هون عم أغسل زومين 3-4، أوكي، تقريبا 4 زوم هدول، تقريبا 4 مرات بغير المي. هلا بضيف لها خل، كمان بنغير مي زومين 3 عنهم، بنصفيهم من المي تماما، نتركهم على جنب يصفوا لحالهم. هلا بنجي لهون على البندورة، بنغسل البندورة حبة حبة، وما ننسى نضيف الخل لتعطينا تعايم 100%، وأحسن من مواد البرمجانات 100 مرة. الخل هو صحي 100%. هلا هون من بعد ما صفينا البقدونسات وغسلنا البندورات، هلا هون بدنا نقطع البقدونس. لما بدنا نقطع مثل ما بيقطعوهم بالمطاعم. تابعوا معنا الفيديو ورح تحبوا كتير الطريقة، وكتير سهل شباب صوايا. شايفين كيف عم بعمل؟ عم ببرم وبفتلهم مثل وكأنه عم نلف ساندويتش. هلا شوفوا هون كيف صار معنا مثل القالب. هلا طلعوا معنا. هلا هدول بنرميهم على جنب، خلص ما عاد لهم شغل. بننظف حوالينا قبل ما نقطع، قبل ما نبلش بالفرم. كمان هلا بنكبس وبنبرم لنحصل على قطعة تكون قطعة جامدة شباب الصبايا، يعني قطعة وحدة تكون. هلا كيف شايفين كيف عم بنزل بالسكين؟ اهم شي شوفوا كيف ناعم مثل المطاعم شباب الصبايا. ولما بنزل بالسكين اول شغلة بدنا ننتبه على اصابعنا لما تنزل السكين على اصبعنا. ولما بدي افرم باخد الراس بحفن حف بالسكين. اذا ملاحظين كيف عم حفن حف بالسكين، وما بطلع من فوق لتحت، لا من نص تقريبا، من نص لتحت وعم حفن حف وببرم. شايفين كيف من نص لتحت؟ هلا صح عم قطعن انا، بس هذا مثل طريقة عم حفن حف تقريبا لحتى يطلع معنا الناعم مثل المطاعم بالتمام. طريقة كتير سهلة شباب صبايا. هذا البقدونس مثل بقدونس المطاعم. فيكم تحطوا أكتر بقدونس. في ناس بحط أكتر ما شاء الله، غزلان عليهم الله يعطيهم العافية. أنا ما برتاح أحط أكتر من هيك. طبعا نحن كمان عم نقطع على دفة، هي دفة بيضاء. هي الأصول بالمطاعم، أنا هون ببيت. هلا هي الأصول بالمطاعم على دفة خضراء. كل دفة إلها لون، وكل لون إله شيء خاص بالمواد الغذائية. هيدي البيضة عندي اياها للألبان والأجبان. أنا ما شاء الله علي بفرم عليها دجاج، بفرم عليها لحم، بقدونس، خضرة، أي شيء. بس طبعا ليش نحن هون أنا عندي هون دفتين 3، بس أنا عندي هون في عندي تعقيم بالدرجة الأولى. عندنا درجة أولى هو التعقيم، عندنا هون بنات خاص للتعقيم. لهيك أنا ما بخاف إنه والله مثل المطاعم ما في تعقيم بالمطاعم مثل عندي. شايفين كيف عم نفهم شباب صوايا؟ عم نحفن حف من نص ونحن نازلين، وبنفتل وبنبرم وبنكبس، ونحن عم نفتل ونبرم ونكبس. أهم شي نكبسهم مشان نحصل على فرمة ناعمة. نبرم نكبس وبننتبه على أصابعنا يكونوا أصابعنا مخبينهم لجوا. شايفين كيف أنا مخبي أصابعي لجوا؟ والسكين أهم شي السكين، لما بدي انزل بالسكين بدي عارف إنه تحت السكين فاضي، ما يكون تحته إصبعي. وهيك هلا فرمناه هون. هالفرمة هي الحلوة كتير ناعم
شايفين كيف صبايا شباب صبايا مثل المطاعم. طلعنا البقدونس هلا هيدا فرمته مثل المطاعم، هذا مغسوله خالص ما بده غسيل. عنا هلا البندورة كمان رح نفرمه فرمة كتير ناعمة. اكيد هلا عم نشيل هالروس مثل ما كنتم شايفين. غسلنا البقدونس والنعنع وفرمناهم، وغسلنا البندورة وهلا عم نفرمها للبندورة. لحد الآن بقدونس نعنع بندورة. ننتبه على اصابعنا، اهم شي نخبيه لجوا شباب وصبايا. اذا ما خبيناها لجوا يعني اذا بنسها، اهم شي واحد ما يسها ما يشرد لاني بروح اصبعه مباشر. اهم شي انا بفرم بس على السريع، دائما اصابعنا لجوا وحد السكين يكون لبرا. هذا فيديو تعليمي بامتياز. شايفين كيف فرقها؟ ورجيتكم كيف. اهم شي نعمل دوائر سلايس. هدول البندورة بنحطهم على طبعا بمصفاية لحالهم، بيتصفوا لحالهم مشان المي نتخلص من المي كلياتها. هاي هون البقدونس جاهزين، البندورة جاهزين. هلا لما بدي طبق، قبل ما اطبق بدي افرم البصل. هلا نحن خلصنا هونيك من البقدونس والنعناع والبندورة، صاروا جاهزين عنا في البراد. هلا عنا هون بصل، حبة بصلة بيضة وحبتين بصل اخضر. هلا اليوم هلا اورجيكم بالفيديو رح احط لها رشة من البرغل الناعم. احنا هون بالبيت بالعادة ما بنحط لها برغل ناعم، بس انا حطيت لها برغل ناعم تورجيكم انه هيدي الاساسية. شايفين صبايا شباب صبايا كيف اصابعي مخبيهم جوا. هيدي هي البندورة جاهزة. اوكي هلا بنخلطها كلها، نخلي شوي على جنب. هون حطينا ملح، نزلنا بعصير الحامض، بنزل هلا بزيت الزيتون، يكونوا اهم شي طازة، يكونوا اصلي طازة. هون عندي رشة برغل ناعم. هلا في ناس هون هلا هيدي اختيارية، شراب الرمان دبس الرمان اختيارية. حتى البرغل في ناس بينعوا لحالهم وبيحطوا معه قرفة وبهار حلو. لا ما صراحة ما بتطلع طيبة. أطيب شي هيدي وجربوها وراح تحبوها كتير كتير. هلا هون البصل عم نضيف ليه، أنا عملت شوي بلا بصل وشوي مع بصل.